السلام عليكم ورحمة الله، كيف الحال؟ أتمنى أن تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة. معكم الدكتورة مريم من قناة سول طبيبة مع مريم. فيديو اليوم مخصص لأكثر المشاكل التي تعاني منها السيدات الحوامل اللواتي قررن صيام رمضان في شهر رمضان. أكثر سؤال يطرح علي في هذه الفترة وفي اللايفات وهو: دكتورة، لماذا تتسارع دقات قلبي بعد الإفطار في رمضان؟ ما هو المشكل؟ هل الحمل هو المشكل؟ هل هذا يسبب ضرر لي وللجنين؟ هذا ما سنتعرف عليه إن شاء الله في هذا الفيديو. سأخبركم بخطأ تقوم به الحوامل في شهر رمضان يسبب هذه الزيادة في دقات قلب السيدة والشعور بالتعب والإحساس بالتعب الشديد، وأنها تريد فقط أن تتمدد على الفراش وتريد فقط أن تظل نائمة بعد الإفطار. فما الذي يحدث في شهر رمضان، وما الذي يحدث بالخصوص للسيدة الحامل في شهر رمضان يسبب لها مثل هذا المشكل؟ فالسيدة التي تصوم أي في شهر رمضان معدتها تتقلص، يعني تصبح خاوية ومستريحة لساعات طويلة جدا، ويكون حجمها قد صغر. عند الإفطار لا تعير السيدة أي اهتمام لهذا العضو البسيط، فتتدفق الأطعمة الكثيرة والمشروبات والحلويات كلها دفعة واحدة، وخلال فترة لا تتجاوز 15 دقيقة أو 20 دقيقة. فهنا عندما يحدث هذا الكم الهائل، أو تستقبل المعدة هذا الكم الهائل من الطعام، الجسم يقوم بضخ كمية أكبر من الدم إلى المعدة لكي تقوم بعملها بهضم الطعام، بالإضافة إلى المنبهات التي تتناولينها في فترة الإفطار كالشاي والقهوة والمشروبات الغازية التي تزيد من ضربات القلب، أيضا الشيء الذي يسبب هذا الشعور بزيادة دقات القلب. وعلى فكرة، فهذا المشكل لا تعاني منه السيدة الحامل فقط، كل شخص صائم ممكن أن يتعرض لهذا الأمر، والسيدة الحامل بالخصوص. فلكي تفهموا الفكرة بشكل واضح وبشكل بسيط، عند الإفطار يعني المعدة تكون فارغة، فعندما تستقبل الأكل فهي تحتاج إلى طاقة. ومن أين تأتي هذه الطاقة؟ تأتي من الدماء. ومن الذي يقوم بتوصيل هذه الدماء إلى المعدة؟ دقات القلب، أو الضخ الذي يقوم به القلب. فكلما كانت كمية الأكل كبيرة، كلما احتاجت المعدة إلى طاقة أكبر، وبالتالي إلى دماء أكبر، وبالتالي إلى جهد أكبر من طرف القلب لكي يقوم بإيصال هذه الكمية المهمة من الدماء إلى المعدة لكي تقوم بعملها، ألا وهو هضم هذا الأكل. فكلما زادت كمية الدماء إلى المعدة، كلما زادت دقات القلب وتسارعت دقات القلب، فتشعر السيدة الحامل بهذا الشيء، أي بالتعب الشديد وزيادة في دقات قلبها يمكن لها أن تسمعها. فهذا ما يخيف السيدة الحامل، يعني يمكنها سماع دقات قلبها ودقات شرايينها بشكل واضح جدا بعد الإفطار، بالخصوص بعد مرور 20 أو 30 دقيقة بعد الإفطار. يمكنك الآن أن تكوني قد فهمت جيدا ما الذي يحصل ويسبب لك هذا المشكل. الآن ما هو العلاج؟ ما الذي يمكنك فعله لتجنب هذا الأمر؟ أول شيء في رمضان، يعني أول ما يجب أن تتناولينه في الإفطار هو تناول التمر. السنة التي نقوم بها نحن المسلمين تناول التمر مع الماء. الأفضل تفادي الحليب لأنه لا يهضم بسرعة، يعني تناول التمر مع الماء، ثم تنتظرين لبعض الوقت. في هذا الوقت يمكنك الذهاب لصلاة المغرب، وهذا يعطي للمعدة الاستعداد للطعام. وفي نفس الوقت فإن السكر الذي يكون متواجد في التمر يمتص بسرعة إلى الجسم، فيعطي الجسم الطاقة اللازمة، وكذلك فهو قليل من الماء أو اللبن لكي تعطي السوائل اللازمة.
بالنسبة للسيدة التي تعاني من سكري الحمل فالتمر ممنوع عليها، فيمكنها تناول أشياء أخرى. الأفضل عدم تناول الأشياء أو المشروبات التي تحتوي على سكر، لأن المشروبات العصائر مثلا تحتوي على سكريات تمتص بسرعة من طرف الجسم، يعني بمجرد أن تقومي بشربها الجسم يفرز كميات كبيرة جدا من الأنسولين فيدخل في صدمة. الأفضل تناول أشياء غير الحلويات في فترة الإفطار بالنسبة للتي تعاني من سكري الحمل. المهم بعد هذه العملية أي تناول التمر مثلا والماء والصلاة، يجب تناول كميات معتدلة من الطعام وببطء. سطروا على ببطء، لأن الدماغ لا يعطي إشارات بالشبع إلا بعد مرور 15 إلى 20 دقيقة بعد بدء الطعام. فبالتالي فإن كنت ممن يأكلون بسرعة فإنك ستلتهمين الكثير من الطعام والشراب في هذه الفترة قبل أن تشعري بالشبع، وتكون المعدة قد امتلأت بأنواع كثيرة من الأطعمة وبدأت بالعمل لهضم هذا الطعام. إكثار الشراب مع الطعام كذلك غير صحي، فهو يمدد العصارة الهضمية وبالتالي يؤخر هضم الطعام ويؤخر إخراجه من المعدة. لذلك تحسين بذلك الإحساس بالشبع لمدة طويلة جدا، وبالإحساس بالخصوص بالتخمة. فكما قلت فلكي تقوم المعدة بهذا العمل فإنه يتطلب من القلب ضخ دم زائد إلى المعدة مثلما تحتاج العضلات للدم أثناء الحركة والجري. وبما أن المعدة مملوءة والعضلات أيضا تحتاج للدم فإن هذا أيضا يكون عبئا على القلب، وهذا ما يسبب الأعراض التي تشكو منها بالخصوص سيدات الحوامل. وكما ذكرت فهذا الأمر ليس متعلق فقط بالسيدات الحوامل، فكل شخص ممكن أن يحدث معه هذا الأمر. وللإشارة فنحن نتحدث عن أمر شائع يعني بدأ بالظهور في رمضان، فهناك من تعاني بالفعل من أمراض في القلب تتسبب في زيادة دقات القلب. نحن لا نتكلم عن هذا الأمر. فإن بدأ رمضان وبدأت هذه الأعراض مع رمضان بعد الإفطار بالخصوص، فهنا يكون السبب كما ذكرت وهو زيادة العمل على القلب أو زيادة العبء على القلب. لكن إن كنت تعانين من هذه الأعراض قبل رمضان فقد يكون لأسباب أخرى كما ذكرنا سابقا كفقر الدم مثلا أو النقص في الحديد أو غيرها من الأمور. أتمنى أن يكون فيديو اليوم قد أفادكم وعلمتم السبب الرئيسي وراء زيادة دقات القلب بعد الإفطار، وأن تتبعوا هذه النصائح التي ذكرت، وإن شاء الله يعني تكون جيدة لكم وتتبعونها. ألقاكم إن شاء الله في فيديو قادم، والسلام عليكم.